ضحايا طرد السلطات الجزائرية من أراضيها في سنة 1975 قامت السلطات الجزائرية بعمل شنيع ولا إنساني حيث طردت آلاف المغاربة من أراضيها، وسمي هذا الحدث بالمسيرة الكحلة كرد فعل انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وما زال الضحايا الذين على قيد الحياة وذوو حقوق المتوفيين منهم ينتظرون إنصافهم وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقتهم من جراء هذا الطرد التعسفي. ففي يوم 18 جنبر 1975 قام النظام الجزائري الجائر خلال حكم الهواري بومدين بجرد آلاف المغاربة الذين تم تهجيرهم بشكل قسري وتعسفي نحو المغرب من جميع ممتلكاتهم وأموالهم. كما أدى التهجير الجماعي القسري إلى تشتيت شمل عدد كبير من العائلات التي تتكون من أزواج مغاربة وجزائريين. إن فداحة ما تعرض له ضحايا المسيرة الكحلة جعلهم يطالبون بإنصافهم ومقاضاة النظام الجزائري أمام المحاكم الدولية المتخصصة على هذا الحدث الأليم، لا سيما أن جريمة التهجير التعسفي التي تعرضوا لها لا تسقط بالتقادم لكنهم ما زالوا ينتظرون. وفي هذا الصدد وحسب مصادر إعلامية فإن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر درست هذا الملف من جميع الجوانب الحقوقية والاجتماعية والقانونية، وعقدت لقاءات مع خبراء قانونيين ولديها تصور كامل حول كيفية رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري ومطالبته بتعويض الضحايا، غير أنها تنقصها الإمكانيات المادية لإتمام هذا المسار. وحاولت هذه الهيئة أن تحصل على دعم الدولة في هذا الملف، غير أنها لم تلقى تجاوبا لأن المغرب يراعي الحفاظ على علاقة حسن الجوار مع الجزائر. ويقدر عدد العائلات المغربية التي هجرت بشكل جماعي وقسري من الجزائر بحوالي 45 ألف عائلة، أي حوالي 350 ألف مواطنة ومواطن كانوا يقيمون على مدى عشرات السنين في الجزائر بشكل شرعي قبل أن يتم تهجيرهم كرد فعل سياسي من هواري بومدين ضد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بعد دعوته إلى تنظيم المسيرة الخضراء عام 1975 لاسترجاع الأقاليم الجنوبية المغربية. وحسب المصادر الإعلامية أفادت أن هذه الهيئة كانت قد علقت آمالها على الانفراج النسبي الذي طبع علاقة المغرب والجزائر في بداية الألفية الحالية لتسوية ملفهم بشكل ودي، غير أن ذلك لم يتم، بينما ما زال المغرب يتفادى هذا الملف رغم التوتر الذي يخيم على علاقته مع الجزائر والحرب التي يخوضها نظامها ضد المملكة على أكثر من صعيد. وفي هذا الإطار فحين تحسنت العلاقة بين البلدين كان الموقف الرسمي للدولة هو عدم الخوض في هذا الملف، وإلى الآن ما زال هذا الموقف قائما، لكن الجمعية المذكورة ترى أنه حان الوقت لحل هذا المشكل، وتنتظر فقط دعما رسميا للدولة المغربية، لا سيما أن عدة هيئات دولية تساعدهم وتؤكد أن الضحايا المغاربة هم أصحاب حق. إن الجزائر لابد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وأن تبقى لها هذه الزعامة. بدا في الأفق من ينافسها، فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا. الضربة الأولى تتحط من معنويات هذا الخصم القوي وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40 ألف مغربي يعملون في شتى الميادين. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفات عراة. أذكر وأنا ابن الغرب الجزائري، وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل رغم أن رفع عني القلم لأني لم أكن بالغا ذلك الوقت، يعني ربما كنت صغير كذا، عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر عيد الأضحى، وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس. إخواننا الذين درسوا معنا ولا يبنى معهم والصيبة قضيناه مع بعض، تشوف يعني قرار أهوج. صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين. هذا بالنسبة لنا جزائريين. عن المغاربة أنت اللي عشت هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج، يعني تخيل انت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها، لأنه الوعي كان قليل، كنا نصفق للدولة. ولاش تاخذوا واحدة اسمها يعني عمتي الزكراوية، كنا نسميها خالتي الزكراوية، والله خلت العيد معلق. العيد خلوهم بالقوة، خلوهم بالقوة ويرمي في الشاحنة.
طيب هذا الرجل يقول لك أنا ما نعرفش المغرب يا جماعة. لا أبوك أنت أصلا مغربي. يا ودي أنا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. أنا هنا في هذه الزراعة وهذه التربة أنا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ العقلية المعفنة، العقلية الرأي الواحد، لا حقوق إنسان، لا مراعاة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر في ذلك الوقت فقط يعني كتدليل على أن الرأي الحمد لله معركة الوعي في تصاعد. أنا متصور الآن الشعوب لن تقبل هذا لا في الجزائر ولا في المغرب، وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين، من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. يعني عقلية الثوريين الثورجيين اللي دمروا الجزائر كانت يعني أنت مواطن لا بين عشية وضحاها يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان.